صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الرزق لينا وليكم حبايبي ومتابعيني في لله. معاكم اختكم أم حنين. انا يا جماعه كان نفسي اعمل الركنه، كان نفسي بجد اعمل الركنه، والحمد لله ربنا نعم عليا وعملتها الحمد لله. فانا حبيت ان انا اخد رايكم وتقولوا لي ايه رايكم في ذوق الالوان وفي ذوقي. انا كان نفسي قوي كنت اعملها، بقالي كام سنه نفسي اعملها، والحمد لله الحمد لله ربنا نور لي اللي في بالي وعملتها. فانا حبيت اصورها بقى بعد ما عملتها وبعد ما فرشت وكده، وتقولوا لي ايه رايكم في الالوانات وكده. زي ما انتم شايفين ديت ايه الحيطه اللي ورا الركنه، ماشي. ودي الحيطه اللي هي فتحة باب الشقة زي ما انتم شايفين كده. وبرده يا جماعة غيرت باب الشقة، ده ما كانش باب الشقة. هو ما انا حاطه له وش، يعني هو كان لونه اسمر، لون العصايب دي كده كان اللون كده اسمر، بس كان بدأ يتبهدل وكده، فانا غيرت الوش. فانا عايزاكم تقولوا لي ايه رأيكم بقى في الالوان مع بعض، التناسق، الشكل، الرسمات. انا بحب اخد رايكم. بصوا يا حبايبي ديت اللون الكشمير اهو، ده لون الباب اللي انا غيرته، ماشي يا حبايبي. نصلوا على الحبيب قلبنا يطيب كده. ده لون الباب يا حبايب قلبي. ودي لون الحيطه، هي لون الرصاصي، الصاله الرصاصي ايه في كشمير. دي لون الحيطه، بس هو الاضاءه عاليه شويه مش مبينه اللون جامد. ده لون كشمير الحيطه، لون كشمير تمام. ده باب سلك برضو يا جماعه. انا كان نفسي قوي اعمل باب بالسلك ده، ماشي، بس كان عشان انا عندي السلم ضيق ما كانش هينفع اعمل ايه الباب اللي هو الخشب المفتوح. فجت حد قال لي على الفكره دي، اللي عمل لي الباب قال لي على فكره الباب السلك الامورتال ده يا جماعه حلو قوي. بصوا بصوا هو بيتلم كده، هو بيتلم كده بيبقى يعني مش واخد مكان خالص. يعني انتوا شوفوا يعني شوفوا اهو. وعشان انا ماسكه التليفون بايديا وبيتفرد كده، بصوا حلو جدا وعملي جدا ما شاء الله. انا كان نفسي اعمل باب السلك ده تهويه للشقه وكده، فما كنتش عارفه اعمله الخشب عشان يتفتح ويتقفل هيبقى السلم ضيق. فجاء يعني حد قال لي على الفكره ده حلو قوي يا جماعه زي ما انتم شايفين، ولا كأن حاجه محطوطه. دي برده الفكره اللي انا قلت اقولها لكم، لو حد حابب يعمل الباب وبرده سلمه ضيق زي سلمي كده يعمل فكره الباب ده حلو جامد والله. بس انا مش عارفه ان انا اصور كويس لان انا اللي ماسكه التليفون بايديا وبصور، ماشي. ادي باب الشقه اهو، وادي الباب السلك، ماشي يا حبايبي. بصوا هو الباب الشقه كان لون باب الاوضه كده، بس كان اتبهدل بقى من الفتح واتقفل وكده اتبهدل، فانا عملت ده تمام. الركنه هي يا حبايب قلبي بقى، صلوا على النبي كده وفرحوني بكومنتاتكم وقولوا لي ايه رايكم في الرسمه وايه رايكم في الالوانات متناسقه ولا بقى. انا عملتها كشمير فرصاصي لون الصاله، لون النقاشه بتاعت الصاله، ماشي يا حبايبي. اهي انا كان نفسي فيها والله والحمد لله ربنا نولي اللي في بالي، بس انا كان بقالي مده نفسي اعملها، ماشي. بصوا يا حبايبي بقى ديت ايه الستاير، بس الاضاءه انا مش عارفه اجيبها لكم. ادي الستاير اهيت، ديت اللي هي البلاك عشان الاضاءه، ماشي يا حبايبي. اهي روحي انت وهي. الستاير دي معموله بقالها مده، دي من العيد، ماشي. هي الركنه اللي انا ايه لسه عاملاها جديد اهي يا حبايبي. انا عايزه اصورها لكم كلها اهي يا حبيبتي انت وهي، عقبال ما كل واحد نفسه في حاجه يعملها يا رب. بصوا يا حبايبي ادي لون الركنه، ادي لون الركنه برسمتها. وقولوا لي برده ايه رايكم على الفرش الغطا اللي انا حاطاه عليه تمام. انتوا عارفين ان انا بحب اخد رايكم، وساعه ما بعمل حاجه انا مبسوطه منها انا بحب اخد رايكم وتفرحوني بيها. جبت الشجره الجميله دي كده، جبت الشجره الجميله دي علشان خاطر ان هي إيه كان المكان ده فاضي يعني وكده، وكان عندي الترابيزه دي والمكان فاضي، فجبت فيها الشجره اللي انتوا شايفينها دي، تدي منظر جمالي كده وتبقى حلوه بدل المكان فاضي تبقى حلوه يعني تمام. عملت المكتبه دي برضو كان نفسي فيها قوي 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 قوي، كان نفسي في مكتبه من زمان، ماشي يا حبايبي. بس انا مش عارفه بصوا ادي شكل المكتبه اهو، ادي شكل المكتبه، بس انا مش عايزه اجيب بس الصور تبقى باينه. بصوا يا حبايبي ادي شكل المكتبه، ديت ادراج، دولت 3 ادراج بيتفتحوا بيقفلوا واللي مصمم لي الحاجه عمل لي كده للصب، عمل لي مكانين للصب يحط فيهم،
ماشي. وده لون المكتبة اللي هو اللون الخشبي ده في اللون الرصاصي اللي انتوا شايفينه المشبح ده. ماشي. اه يا حبايب قلبي، ادي رسمة المكتبة بالستارة. تمام. يعني هي الستارة زي ما قلت لكم. انا عايزاكم بقى تقولوا لي ايه رأيكم، إيه الستايل والنظام بالالوان راكبة على بعضيها. يعني اكتبوا لي بقى في الكومنتات كده، وترفعوا من الروح المعنوية كده، تقولوا لي الحلو ووحش. اللي عنده تعليق يقوله لي. تمام. ديت السجادة دي برضو كانت عندي اصلا، كانت عندي انا فرشها من قبل كده من الانتريه القديم، فلقيتها هي ماشية راكبة مع الركنة اهي يا حبايب قلبي. اهي روح انتوا اهي، دي مشاية ودي السجادة. هي دي كانت عندي اصلا. ماشي. بس هي الركنة والمكتبة هم دولت اللي انا عملتهم جديد. يعني هي الركنة بالمكتبة اللي عملتهم اللي هم الجداد، يعني بالمكتبة برضو، يعني والمكتبة برضو دولت اللي هم ايه، يعني هي الركنة والمكتبة دولت الجداد في الشقة. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وقولوا لي ايه رايكم. قولوا لي الله يبارك لك يا ام حنين في حاجتك. وديره المخدات يا جماعه، بصوا دي انا عامله دي مخدات انا عاملاها مع الركنه. هي فرو كده، بصوا اهي، هي فرو انا عاملاها مع الركنه في وش عدوكم 5 مخدات، فلقيتها هتبقى كتيره قوي، يعني هتبقى إيه ركنه مبهرجه مخدات كتير عشان نعرفوا نقعدوا كده وهي يتبهدلوا، فروحت شايلاها. ماشي يا حبايبي. فروحت انا شايلاهم وحطيت لقيت المكان ده كده فاضي، فحطيت واحده كده وواحده كده، مديها منظر حلو برضو، شكلها حلو. ولقيتها على قد برضو الفتحه بتاعت الخشب، يعني اللي تحت المكتبه. شكلها حلو. حبيت اوريكم بقى واشارككم معايا. قولوا لي ايه رايكم. صلوا على الحبيب قلبنا يطيب، وشاركوني في رايكم. قولوا لي ايه رايكم في الواناتها ودرجات الالوانات، ورايقه مع الصاله ولا لا، رايقه مع الستاير ولا لا، الاضاءه مش حلوه. ماشي. مستنيه رايكم حبايب قلبي في الكومنتات.